السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبما وعليكم إن السلام ورحمة الله وبركاته. بما إننا في محاضرة رقم 2 لإدارة الوقت، فبإذن الله نبدأ في الوقت بالظبط. النهاردة يعني موعدنا مع اللقاء الثاني ومهندس زياد أبو الفتوح. اللقاء الأولاني كان لقاء ممتع للغاية، اتكلم فيه المهندس زياد عن تقنين الوقت وعن الفوائد بتاعة الوقت. اتكلم عن التسجيل اليومي للأنشطة، اتكلم عن ازاي انت تحط النشاط من حيث الأولويات، من حيث الاهتمام، من حيث الفوائد. وكانت ختام المحاضرة الجميلة الشيقة الرائعة عن التفويض وعن مستويات التفويض. النهارده بإذن الله باشمهندس زياد هيمتعنا وهيكمل معانا موضوع إدارة الوقت، اللي هو يعني مطلب جماهيري لكل واحد فينا، لأن احنا مهما قلنا إن احنا بنحاول نستغل أوقاتنا، فاستغلالها ممكن يكون في امبروفمنت وتحسين أكتر. فإن شاء الله نسمع المهندس زياد في ليلة رمضانية جميلة. بإذن الله ربنا يجعل هذه اللحظات في موازين حسناتنا. اتفضل يا باشمهندس زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. ربنا إن شاء الله يتقبل مننا كل صالح الأعمال اللي بنعملها في الشهر الكريم. زي كده ما تفضل أخونا المهندس محمد عصمت بملخص سريع للي تم معاه في اللقاء الأول، وانا هعيد عليه بسرعه دلوقتي برضو عشان لو ما كانش حد كان موجود معانا في اللقاء الاول ياخد العناصر الاساسيه كده، يعرف احنا هنقدر نكمل مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا المره اللي فاتت على الوقت في الحياه والعمل، احنا هندير وقتنا او هنشتغل على تحسينه خلال الحياه بتاعتنا، الحياه الشخصيه الطبيعيه بتاعتنا جدا اللي بيتخللها طبعا العمل. واتكلمنا على عجلة الحياة اللي بيبقى فيها جوانب كتير جدا في حياتنا، لازم نعمل اتزان ما بين الدوائر دي أو ما بين الأقسام دي كلها عشان العجلة وهي بتدور تدور بانتظام، ما تعملش أي نوع من المطبات. وقلنا الأقسام دي ما بين الجانب المهني والأسري والمالي والروحي والعقلي والجسدي وكمان النفسي والاجتماعي. ودايما كنا بنحط الساعة دي قدامنا كده بتلف عشان نبقى متيقنين إن لا حد هيقدر يوقفها ولا حد هيقدر يرجعها. وبعدين اتكلمنا على تقنين الوقت من ثلاث محاور رئيسية أو ثلاثة بيلر رئيسية. اتكلمنا على الأول على الأولويات، وإزاي إن في حاجات عاجلة وغير عاجلة، وإزاي إن في حاجات هامة وغير هامة. وقسمنا الحاجات دي العنصرين الرئيسيين بتاعنا كان الهام والغير عاجل، وده اللي بنقول عليه منظم. والغير هام وغير عاجل وده اللي بنقول عليه إن إحنا لازم نخفيه من حياتنا كلها عشان نقدر نستفيد بالوقت بشكل كويس. والبيلر التاني كان من حيث الاهتمامات، كلنا لينا اهتمامات ما بين حاجات شخصية وحاجات في العمل وعلاقات، وممكن حاجات تانية ما مش عارفين نوصفها من الثلاثة دول. والنقطة التانية بتاعت الفوائد اللي احنا بنجنيها أثناء الوقت، وقلنا إن في استثمار للوقت، الحاجات أو النشاطات اللي احنا بنعملها بتبقى لها استثمار. حاجات ممكن تكون حياتية خاصة بالتزاماتنا الشخصية نحو الأسرة والبيت، والحياة العملية اللي هي من ناحية الدخل. كل ما يضر علينا دخل نقدر يبقى هو سبيل الحياة بتاعتنا، العيشة اللي هي في الآخر هو الشغل سواء براحته. وإذا احترنا في النوع هنحطه في خانة تانية وسميناها أخرى. وبعدين عملنا الجدول ده. الجزء اللي على اليمين قلنا ده ديلي اكتيفيتيز بتاعتنا، ان احنا ابتديناه هنا من الساعه 6 الصبح لغايه تاني يوم الساعه 6 الصبح، وحطينا كل النشاطات اللي احنا بنعملها زي ما بنعملها بالظبط، بدون التفكير بدون الآمال. كل ده بيشتغل في الماضي. أنا بقعد معاكم هنا فترة في نهاية الساعة أكتب إن أنا قعدت من 9:30 ل 10:30 في المحاضرة، خدت ساعة وقضيتها في ده. لعبت شوية على الفيس، اتكلمت في التليفون، روحت من الشغل، نزلت قعدت مع أصحابي وات ايفر. حطينا النشاط بتاعه والتايم بتاعه. وبعدين فكرنا ازاي الثلاثه بيلر اللي احنا لسه متكلمين عليهم في الاولويات، ناحيه الاهميه وناحيه العجله والاهتمامات اذا كانت شخصيه والعمل والعلاقات والفوائد الاستثمار والحياه والعمل. الساعه دي هنصنفها فين من البيلر الاولاني، وهي هنصنفها فين من البيلر الثاني، وهي برضو هنحطها في البيلر الثالث. المفروض مجموع دول كلهم يديني 24 ساعه، ده المجموع اللي تحت. وعملنا في فايل الاكسل ده او في شيت الاكسل ده المجموع بتاع كل حاجه منهم.
عشان دول نشوف في الاخر تقييم لينا لليوم ده. احنا المفروض هنعمل مينيمم 7 ايام، هناخدهم من السبت للجمعة، عشان يبقى تخلل الوقت بتاعنا للدراسة ان احنا بنشوف كل الايام الطبيعية بتاعتنا، لان النشاطات بتختلف. يوم الراحة غير ممكن بداية الاسبوع في الشغل، غير منتصف الاسبوع في زحمة المرور، whatever. وقلنا هنجمع كل خانة، وبعدين هنشتغل على بقية الاسبوع، وهنجمع هنا ال7 ايام بتوعنا، ونجيب المتوسط، ونشوف من المتوسط انا في خانة الاولويات دي كان كام ساعة عندي متوسط في اليوم بيبقى هام وعاجل. لقيناهم 3 ساعات. طب ايه هو الهام والعاجل؟ سريعا، الحاجة اللي انا مش مرتبها، الحاجة اللي بتيجي فجأة. وبعيد عنكم كلكم، اغلب الحاجات اللي بتيجي فجأة بدون ترتيب ما بتبقاش حاجات كويسة. الهام والعاجل ده المفروض ان احنا نركز قوي في البيلر ده اللي عمل متوسط 11 ساعة، بس ما ننساش ان منهم جزء كبير للنوم. فلو شلنا ساعات النوم المتوسطة اللي احنا حسبناها من الايام دي، هتلاقي برضه 4 ساعات. والغير هامه عاجل 4، والغير هامه غير عاجل 6. والاهتمامات نفس الليلة قسمناها بين عمل وشخصي وعلاقات واستثمار وحياة وعمل في الفوائد. وشفنا كده متوسط عدد الساعات اللي أنا بعملها قد إيه. ولازم قلنا الكلام ده هيتعمل في ورقة واحدة بس، من وش وظهر، أو من وش حتى بس، كاتبين فيه ال3 حاجات دول. هنجمع الأيام بتاعتنا كلها. وبعد ضربنا امثله كده، واشترك معانا الزملاء باسترحاب كبير، يعني كنا بنسال بعض الانشطه، وقلنا ازاي هنقسمها هنا تبقى ازاي اولويات، وازاي اهتمامات، وازاي فوائد. وخدنا يمكن 6 امثله، ما بين لعب كوره، ما بين رساله دكتوراه، ما بين الذهاب للعمل، او رسم لوحه هندسيه، او كورس، او محادثه تليفونيه. وكان الهدف من ده بالتحديد ان احنا نقول ان كل نشاط من ده ممكن يتعمل كذا مرة لنفس الشخص، بس في هدف مختلف. قلنا الكورة أنا ممكن ألعب للترفيه، أو للرياضة، أو للعلاقات مع الزملاء اللي أنا بلعب معاهم. نفس الكورس ممكن يبقى التزام وظيفي شوية، إن لازم آخد شوية كورسات عشان آخد مركز معين في الوظيفة. وممكن يكون للعلم، وممكن يكون لزكاة العلم إن أنا أتعلمه وأطرحه للناس، وهكذا. واحنا خلال المره اللي فاتت جاوبنا على 3 اسئله مهمين قوي. قلنا قد ايه الوقت بيضيع منك كل يوم، وكانت النتيجه 0 تايم. ليه؟ لان احنا بنعيش ال 24 ساعه كلهم. لكن مفهومنا ضاع الوقت كان بيتمثل في ان احنا ممكن ما وجهناهوش في الهدف بتاعنا. وراجعنا بعض كده، كتابه اعمالك اليوميه صعبه عليك ولا هو جديد عليك؟ والجميع تقريبا انه جديد علينا، بس لكن هو ما فيهوش حاجه صعبه. وسألنا سؤال: طب انت هتفضل كل يوم في حياتك تسجل مهامك اليومية دي؟ قلنا لا، ان احنا بناخد الفترة اللي احنا بندرس فيها بس، اذا كانت اسبوع او اسبوعين على الحد الاقصى، عشان ناخد المتوسطات ونعرف الانشطة بتاعتنا رايحة فين. ولكن بنعمل الكلام ده كل ما نحس ان احنا عايزين ما نغير حاجة في حياتنا، او كل ما بيحصل نوع من التغيير الجوهري في العمل، في العلاقات الشخصية، في حركتنا اليومية. وممكن نبتدي ننشط حالنا عشان برضه نقيس احنا خدنا مهام، او سجلنا المهام، وبعدين قسناها ايه اللي بيضيع وايه الكويس وايه الوحش. وعملنا اكسرسايز زي ما هنتكلم عليه النهارده، ان احنا نحسن الاداء ده. ممكن بعد 4 5 شهور نقيسه تاني عشان نعرف الفايده اللي جات لنا منه ايه. وكان في سؤال تاني خاص: ايه اللي انت نفسك تعمله او عايز تعمله وعمال تاجله ومش لاقي له وقت؟ وبعض الزملاء اتكلم في موضوع خاص بيهم. ولكن النهارده هنشوف هنعرف نحط ده ازاي فينا. وقلنا الاستفاده الكبيره من الجدول ده في التحليل في المتوسطات ال3 حاجات دول. اول حاجه، لو احنا لينا اهداف ولو حتى كانت صغيره، فين حجمها من وقتنا؟ هي قد ايه؟ بنديها ساعه ولا 2 في الاسبوع، ولا ما بنديهاش حاجه خالص، ولا ناسيينها لما نفضى؟ وبعدين نشوف ايه كمان ملوش لازمه نقدر نتخلص منه ونبعده، لانه في الاخر ما بيدرش اي فايده ولو ترفيهيه حتى لينا، ويدينا رؤيه واضحه للتقصير والاستفاده من وقتنا الايه؟ الماضي. النقطة دي تحطوا تحتها خط. أنا كل ده بتكلم على تاريخ يومي بسجله، وأنا عايش حياتي الطبيعية جدا من غير ما أفكر إن أنا
احسنها عشان الجدول يطلع كويس. انا عايز الحاله الطبيعيه عشان نقدر نقيس منها، عشان نقدر نحسن منها. زي ما احنا قلنا الستاندرد بتاع الجداول دي هو امتى؟ المفروض بكره يبقى احسن من النهارده، وبعد بكره يبقى احسن من بكره. ازاي؟ وقلنا هنتكلم على 9 اساليب للاستفاده من الوقت، وابتدينا زي ما تفضل كده المهندس محمد عصمت في اول اللقاء، واتكلمنا على التفويض وتعدد المهام، ودول اللي احنا قلناهم في اخر اللقاء امبارح، وانا حابب ان انا اعيدهم النهارده ولو بشكل سريع عشان يبقى كل الزملاء معانا على التراك. كلمة تعدد مهام، في ناس بتشوفها حاجة وحشة وناس بتشوفها حاجة كويسة. بيقول لك لا، تركز في حاجة واحدة بس وخلصها وبعدين بص على أي حاجة تانية. وناس تقول لا، ممكن نقدر نشتغل حاجة واتنين، ولكن لها شروط معينة عشان نقدر نستفيد من الموضوع ده. ببساطة شديدة جدا، الراجل اللي قاعد ماسك التليفونات ده وبيبعت ايميل وبيرد على التليفون وماسك ورقة بيقراها، ده هيتلخبط كده ولا هيظبط نفسه؟ خلينا نشوف كده امتى الكلام ده يبقى صح. لو انا كان عندي كذا تاسك اللي انا بعملهم دول في امكانيه للتنفيذ اللحظي، يعني المكاني. يعني لو قلت انا مثلا بتفرج على ماتش كوره في الاستاد، ما ينفعش ان انا اذاكر، او ما ينفعش ان انا اسمع محاضره مثلا. خلاص. ثانيا، لازم اكمل المهمه اللي انا باخدها. لو انا عندي اكتر من حاجه، دايما بخلي حاجه اساسيه وحاجه مكمله او حاجه جانبيه. لازم الحاجه الاساسيه بتاعتي دي تكتمل. زائد ان انا بحاول عشان اقدر اكون مركز بطريقه كويسه، ربنا ادانا 5 حواس رئيسيه نشغل اكتر من حاسه. يعني لو انا ببص على حاجه بحاسه البصر، ممكن اسمع تاني حاجه تانيه بحاسه الاذن. ان انا ابقى سايق العربيه وشايف الطريق ومراقبه ومراقب المرايات واخد بالي من كل حاجه، وفي نفس الوقت انا ممكن اكون حاطط السماعات في وداني كده وبسمع مزيكا، كورس، قران، وليكن. خلاص. طب امتى تبقى المالتي تاسك دي مش كويسه وتبقى غلط؟ لو في عدم صلاح في المكان اللي انا اعمل في نشاط اساسي ونشاط تاني جانبي عشان استفيد من الوقت، ما يكونش في صلاحيه للمكان. زي انا قاعد في الجامع بقرا قران، ما ينفعش ابقى بتفرج على ماتش كوره. كويس. انا سايق العربيه، ما ينفعش امسك كتاب اقراه وانا سايق العربيه. لكن لو انا قاعد ممكن اعمل الاثنين. عدم اكتمال مهمة ان انا بشتغل في حاجة ما كملهاش وبعدين امسك حاجة تانية وما كملهاش. اجي اكتب ايميل وفي نفس في بسمع محاضرة مثلا كانت بسمعها، لا انا مركز في دي ولا مركز في دي. واستخدام نفس الحواس، او انا بستخدم انا سايق العربية مش هقدر استخدمها في حاجة تاني. اكتب ايميل سايب بعين ايديا، مش هقدر ان انا استخدم ده في حاجة تاني. وبالتالي الثلاث دول هم عكس دول تقريبا. لو احنا قدرنا نحقق سهولة المكان واكتمال المهمة وان انا اقدر اشغل اكتر من حاسة، ان شاء الله المالتي تاسك ده هيبقى كويس. وهو مش صالح لكل حاجة، زي ما قلنا ده بيبقى فيه مهمة رئيسية ومهمة تانية مكملة ليه. طب فين ده هشوفه؟ في الجدول اللي احنا عملناه لينا. انا دلوقتي رجعت نفسي في 7 ايام، جبت نشاطات مختلفه وجمعتها ولقيت مثلا دي 6 ساعات في متوسط غير هام وغير عاجل. ممكن دول ادخلهم في اي مهمه تانية. ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش بناء على الداتا اللي انا قلتها لكم دي. نروح النقطه الثانيه اللي هي التفويض، او المعنى السليم ليها اللي هي اسناد المهام لاخرين. ده ليه 100 ايد زي ما انتم شايفين، كل ايد بتعمل حاجه وهو قاعد في الاخر مربع ايديه برضو مرتاح، او معنى اصح مركز في تاسكات تانية، في تقدم تاني، في نيكست ليفل ليه تاني. هل هو انسان وحش اللي بيفاوض كتير؟ لا، خلينا نفكر فيها كده. المفوض بيستفيد ايه والمفوض اليه بيستفيد ايه؟ هنلاقي المفوض بيقدر يوفر شوية وقت، بيخلق صف تاني جديد تحتيه لو كان هو مدير ومعاه صف تاني بيقدر يديله شوية خبرات يكلفه بمسؤوليات أعلى. على فكرة ممكن تبقى بشكل شخصي، لو أنا عندي أولاد ممكن أفوض لهم بعض الأعمال الحياتية اللي في البيت العادية عشان برضو يبتدوا هم يتعلموا يعيشوا حياتهم إزاي. وممكن أخلق فرصة أنا لتطويري الشخصي لو أنا مفوض، لأن أنا عندي فراغ في الوقت أو قدرت أفضي جزء من الوقت. طب المفوض اللي بيتعلم وبيبقى عنده خبرة، ممكن ياخد فرص لو في الشغل إن هو
اتخلق يعني هو حاليا في الصف الثاني بيتعلم وبيتكلف بمهام، فبيبتدي يرتقي بيها، وممكن يبقى عنده فرصة عمل لأنه بيكتسب مهارات جديدة فيقدر ياخد فرصة عمل تانية. طيب عايزين نفكر كده، مستويات التفويض لها أكتر من مستوى. يعني هل كل نعملهم في المهام كلهم زي بعض؟ أكيد لا. عندنا في مستويات التفويض 3 حاجات رئيسية. عندنا التكليف والتفويض والتمكين. ايه الفرق بينهم؟ التكليف ببساطة أنا بجيب المكلف، أو لو فرضت دلوقتي إن هو ابني، بقول له بالظبط المهمة اللي أنا عايزها منه إيه، والطريقة اللي هيستخدمها والأدوات اللي هيستخدمها. يبقى أنا بفهمه كل حاجة، جاست هو بيعمل إيه؟ بيروح يأدي المهمة زي ما اترسمت ليه بالظبط. التفويض ليه 3 مستويات بقى اللي في النص: تفويض محدود، وتفويض متوسط، وتفويض كامل. ايه الفرق بينهم؟ التفويض المحدود بتبقى المهمه واضحه، وبيبقى اللي انا بكلفه بديله اقتراح يعمل بيه المهمه، وبيذاكره ويدرسه وبيبتدي ينفذ. تمام. المتوسط بتبقى المهمه واضحه، لكن انا بسيبه يفكر هيعملها ازاي، هيؤديها ازاي، وبعدين بيرجع يناقشني عشان انا اخد قرار مشترك، وهو بيروح ينفذ. تفويض كامل بتبقى ليه الحريه بالظبط في التصرف، المهمه واضحه، وبسيبه هو يختار يؤدي بيها. في الاخر الثلاثه يبقوا معايا على النتائج، يبقى النتائج هي اللي حكماني. التمكين هو ايه؟ درجه عاليه جدا من التفويض، وكاني بكلف حد يختار المهام والطريقه للتنفيذ، وفي الاخر انا طالب منه نتائج معينه هو بيحققها. زي مثلا كده اطلب من احدى الزملاء اللي معانا مثلا دلوقتي، بقول له خد ادي مركز تدريب، شوف انت الكورسات هتتعمل ايه، وهتجيب مين، وهنعملها اونلاين ولا لايف ولا هكذا. بينما لو خدنا نفس الموضوع في السابق هيبقى بدرجات اقل، لازم انا اتدخل فيه. دول كده مستوى التفويض. طب هنفوض ايه؟ هنشوف هنا المهام اللي اقدر افوضها من الجدول بتاعي. يعني انا كل تفكيري دلوقتي ان انا بجيب القاموس بتاعي او الداتا بتاعتي، وببتدي افكر فيها كل بند من دول هحركها ازاي. هل الاعمال دي كلها كان في حاجات منها تقبل التفويض لاخر؟ ايه، وعلى اي درجه من التفويض؟ هنشوف دلوقتي لما نيجي نفوض ايه اللي نفوضه، وايه اللي لازم نعمله بنفسنا. لو احنا فرضنا الاعمال الجديد علينا دي، او اللي احنا عايزين نعملها، ليها قيمه مضافه وليها اهميه وضروره، وانا عندي الاعمال هنا رصدتها، كل النقط دي تعتبر التاسكات بتاعتي. الحاجه اللي ليها قيمه مضافه كبيره وليها اهميه كبيره دي بتنفذها انت، دي ما تفوضهاش، ما ينفعش دي تتفوض. طب الحاجه اللي اقل شويه ليها قيمه مضافه كبيره بس الاهميه اقل شويه، اديها بعض التفويض، افوض بدرجه اقل. طيب لو حاجه قيمتها متوسطه او قليله ولكن لها ضروره، اديها تفويض اكتر. طب لو حاجه بقى قيمتها قليله وضروريتها قليله، دي لازم بقى اتصرف فيها بطريقه تانية. النشاط ده تعدد ان انا اعمله جنب نشاط تاني عشان اكسب وقتي، او اتخلى عنه خالص، او اعيد هيكله النشاط بحيث اعرف ادخله في الحتتين دول. ممكن يكون الطريقه اللي انا بادي بيها غلط، او مش احسن حاجه، محتاجيها تتظبط تاني عشان اقدر اوفيها، لان هي في الاخر ايه؟ قليله القيمه ومش على درجه كبيره من الاهميه. بس في حاجه تانية كمان، في حاجات ممكن بتبقى على درجه من السريه، لازم تراعى ان هي دي لازم تعملها انت. هديكم مثال ممكن يكون في بيوتنا كلنا. ممكن الامهات بيبقى في افراد من خارج الاسره بيساعدوهم في نظافه، في صنع الاكل، في ترتيب اي حاجه وات ايفر ايه، في شراء حاجات من بره، لكن تيجي عند اولادها لا، وهي اللي تعاملهم بشكل مباشر. التربيه والقيم والاخلاق اللي هي ممكن تنقلها لاولادها اللي عايزه تربيهم عليها، لا، هي اللي بتشتغلها بشكل مباشر. وممكن يبقى في بعض
المشاريع مثلا خاصه بالتسويق، خاصه بنسب ارباح الشركه، خاصه بمنشاه حساس شويه. دي في الحاجات دي بيعملها بعض الافراد بس اللي موكل ليهم ده، بدون ان هو ما يستطيع ان هو يفوضها في اي حاجه. قلنا دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا نفوض مين، وقارنا الافراد والزملاء اللي معانا ما بين الكفاءه ما بين الحماس بتاعهم، وبرضو قسمناهم بالطريقه دي. لو حد قليل في الكفاءه وقليل في الحماس، يعني هو مش متحمس انه يشتغل بشكل كويس وفي نفس الوقت غير كفء، اديله تفويض، اديله تكليف، مهمه محدده معروفه هتتعمل ازاي وبايه، ويفهمها كويس ويشتغل. طب اذا افترضنا ان هو ما استجابش، او في علاقه قويه بيني وبين عقاب وتكتيبات، قصدي في العلاقه قويه لو انا مثلا بحاول ان انا انشط حد من ولادي، ما انا مش هستبدله، لكن اقدر ابتدي اعامله شويه باسلوب الثواب والعقاب، بحيث احفز انه يبقى ملتزم. طيب لو حد عنده كفاءه عاليه ولكن حماسه قليل، بديله تفويض كامل او متوسط. ليه؟ لانه كفاءه عاليه. طب احرك له الحماس ازاي؟ احفزه واربط شغله بالانتاج بتاعه. لو حد عنده كفاءة متوسطة وحماسه عالي جدا، افوضه برضه بس درجات اقل شوية. ليه؟ لانه برضه لسه لم يكتسب كفاءة كبيرة في العمل، لكن في نفس الوقت اعمل له نوع من التحفيز والتعليم، ادربه، اعلمه، اديله معلومات، اديله تجارب، بحيث يقدر ينتقل ده وده للمربع الاخير، ان هو يبقى على كفاءة عالية وحماس عالي. التفويض او اللي هو دي صلاحيات، وبرضه لازم ارقيه واعمل له زياده للراتب. ده بينقل الناس بشكل كبير جدا للنكست ستيب. يبقى انا وانا شغال هنا لازم هفكر في ايه؟ في الجدول اللي انا عملته. ليه؟ عشان اشوف من الاعمال اللي عندي مين الاعمال اللي عندي اقدر افوضها، ولما افوضها هفوضها لمين في افراد التيم اللي حواليا. هننتقل لحاجه تانيه. مين بقى يقول لي الفكرة دي شايف فيها ايه؟ حاجة صح ولا حاجة غلط وليه؟ ممكن نكتب في الشات، او لو حد عايز يتكلم يده وانا هفتح له المايك بعد اذنك. تمام، بريتو. ممتاز. طيب انتوا كده هتسهلوا عليا الامور. في بعض الناس عارفة الميزان ده، ليه ال 20 دول هم اللي طابين في الميزان كده ويبانوا ان هم اكتر، رغم ان ال 80 اقل. يعني محمد دي وجهة نظر برضو تحترم، بيقول الغلط صغير بس تأثيره كبير. ممكن. طب في زميل أميرو عايز يتكلم، اتفضل، تقدر تفتح المايك لنفسك. السلام عليكم هندسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا شايف إن 20% دي إن هي ممكن تكون جهد أقل، 80% عمل أكتر بذكاء. يعني ممكن أشتغل يعني بجهد قليل بس بذكاء أكتر، فده بالتالي إن أنا بنجز أكتر بذكائي مش بالجهد المبذول، وده بينتج عن الخبرة طبعا المكتسبة في العمل. ماشي، اشتغل وممكن ي... بذكاء ما تشتغلش بجهد. ممكن. هي وممكن طبعا يكون عندي، بتساعد طبعا. اتفضل. ممكن يكون عندي اتنين بنفس الكفاءة، بس أنا عارف إن اللي موجود عندي ده حماسه أكتر في الشغل فهينتج لي أكتر، فرجحه في الترشيح. مم. تمام. ماشي، شكرا يا بس باشمهندس. تحت أمرك. شكرا ليك. حد تاني؟ طيب، هو في نظرية بتاعت تتفضل أحد لو كتبها في الشات،
بيقول ان في 20% من المجهود بيجيبوا لك 80% من النتائج. 20% من اهل البلد معاهم 80% من اراضي او ثروات البلد. 20% من المشاكل بتجيب لك 20% من الحاجات الغلط بتعمل لك 80% من المشاكل، والعكس. 20% من مجهود مذاكرتك بيديك مثلا 80% من النتائج. ال 20 دول بيسموهم لفظ كده جميل جدا، بيسموهم القلة الأكثر تأثيرا. خلينا كده نفكر في فريق الكورة. فريق الكورة بيبقى 11 لاعب. طب مين الأكثر تأثيرا في فريق الكورة؟ اتنين، اللي بيجيب الجوان، اللي بيجيب الجون واللي بيحرس الجون. هنلاقيهم 2 من على 11، يعني تقريبا 20%. تمام. الموضوع اتاخد بشكل احصائي، بريتو عمله سنه 1835 وعمل شويه احصاء كده عليه، وبعدين النظريه دي اتطبقت على كذا حاجه، وتقريبا ثبتت ان 20% من اعمالنا بيدينا 80% من النتائج. طيب يبقى لما انا يبقى عندي مهام كتير اركز على ايه؟ اركز على ال 20%. طب لما اجي افوض ايه؟ افوض من ال 80%، لكن ال 20 دول انا اللي هعملهم بايدي. ماشي؟ طيب حلو. 20% من الاعمال بتديني 80%، وبقيه ال 80 بيحققوا لي 20. طيب هنشتغل على ايه؟ على الجدول. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الجدول ده هو الكراسه اللي انا هتحرك منها تماما، لان قلنا اثناء الفتره اللي احنا هنسجل فيها ده بيديني صوره واضحه ولو بدرجه معقوله على نمط حياتي ايه. نمط حياتي الطبيعيه. احنا متفقين الجداول واللي هنتكلم فيه النهارده كله مش هيخرجنا من حياتنا الطبيعيه اللي احنا بنعملها، لكن هنعرف نوجهها بشكل نسبي. طيب في ناس عملت من النظريه دي حاجه ظريفه جدا، مسكت ال 20 اللي هم القله الاكثر تاثيرا دول، وقالت انا هجيب 20% منهم، فعملت 4%. وخدت 80 من ال 80، عملت 64%. يعني ال 4% فقط من اعمالنا او من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها او من الانشطه، حاجه معينه بتديني 64% من النتائج الايجابيه. عايز أعرف مفهوم حضراتكم على التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. قولوا لي كده من وجهة نظركم إيه؟ منظورك على التفكير الإيجابي والتفكير السلبي إيه؟ يعني إيه تفكير إيجابي وتفكير سلبي من نظرك؟ ده في سؤال أصعب من كده. طب خلاص بلاش ده، ناخد السؤال الأصعب. دلوقتي لو أنا عندي تفكير سلبي عايز أقفز كده أوصل للبوزيتيف، أنا ممكن أنط النطة دي وأوصل للبوزيتيف، ولا أقف هنا وأزق التفكير السلبي ده هو اللي يقع هنا؟ طيب حد فاكر النظرية دي؟ نظرية أرشميدس. حد فاكر بتاعتي؟ كنتوش بتذاكروا في فيزياء في ثانوية عامة أكيد، يعني دي عدت على الناس كلها. نظرية الطفرة يا باشمهندس. حلو، ممتاز. ممتاز. نظرية الطفو احنا هنا مش هناخدها بقى طفو. نظرية أرشميدس حاجة كده خاصة بالحجم، أنا يعني مش فاهم اللي مكتوب، بس هي نظرية أرشميدس الفيزيائية كانت بتقول إيه؟ كانت بتدي علاقة ما بين الغاطس في المية ده وضغط المية عليه والوزن والحركة. هي في الآخر نظرية الطفو زي ما قال أحد الزملاء، بس إحنا هنا مش هنستخدمها طفو خالص. إحنا هنا هنفكر فيها بطريقة تانية خالص. أنا بتصور إن الإناء ده الأنشطة مليان بالأنشطة اللي أنا بعملها طول اليوم. فعايز أفكر بطريقة إيجابية. الطريقة الإيجابية اللي أنا شايفها ان انا لو لقيت حاجه في الانشطه بتاعتي اللي انا بعملها، مش عايز اقول انا مش هعمل ده. يعني انا بضيع وقت على الفيسبوك، فابتدي افكر او احط في دماغي او نشاط عندي يقول انا مش هضيع وقت في الفيسبوك. انا بتكلم في التليفون بلا داعي، يبقى انا مش هعمل ده. لا، انا عايز احط حاجه ايجابيه في قلب الانشطه بتاعتي اللي هي فيها جزء سلبي وجزء ايجابي، عشان يطرد بالتلقائيه الحاجه
السلبيه. يعني ايه؟ يعني لما انا عندي 5 6 ساعات بيضيعوا في اليوم او بفقدهم فخطأ، وبعدين جيت خدت في ال5 6 ساعات دول تاسك انا فرضته على نفسي ان انا احفظ جزء منه او اخد كورس او اتعلم مهاره او ابر اهلي او اعمل وات ايفر ايه الحاجه الايجابيه اللي احنا نعملها وحطيتها جوه يومي، طبيعي ايه اللي هيجرى؟ ان الانشطه الغير المهمه هي اللي هتطلع. فانا عايز دلوقتي افكر بايجابيه ان انا اقول انا هعمل كذا، مش هعمل كذا. طيب هنعمل ايه؟ ايوه هو ده. انشطتي فين؟ انا كان في سؤال سالناه المره اللي فاتت، ايه اللي انت نفسك تعمله ومش لاحق تعمله، ما عندوش وقت، ما عندوش جهد ليه؟ دورت عليه هنا لقيته؟ طب ما لقيتوش، ابتدي حطه وفكر ازاي هندخله جوه حياتنا طبيعيه، عشان في حاجات من هنا هتطير من غير ما تبذل مجهود ان هي تطير. انت بتلقائيه هتهتم بالاهم، وهتلاقي نفسك ايه؟ بتبعد الحاجه اللي انت بتهملها بطريقه ما، او اللي هي مش مهمه بطريقه ما. طيب الاهداف واتجاهاتها، ايه هي الاهداف واتجاهاتها؟ كلنا بنفكر في الحاجتين دول، كل نشاطاتنا في الحياه هم حاجتين، يا اما ان احنا بنعمل كل شغلنا والانشطه عشان نجين بليجر او نحصل على السعاده، او افويد بين نبعد الالام. فكر في اي حاجه بتعملها، في شغلك، في دراستك، في حياتك الشخصيه، في علاقاتك، في الشراء والبيع، وات ايفر ايه، انت عايز تكسب دي وعايز تبعد دي. فلازم الاهداف والاتجاهات بتاعتها لازم يبقى فيها جزء شخصي مؤثر عليك انت بشكل شخصي. طالما لمسك شخصيا هتبتدي تسعى وتتمسك بيه. غير كده لما تحط اهداف واتجاهاتها هتقدر، وتلمسك بشكل شخصي هتقدر تقيمها او تقيسها. اللي مش هتعرف تقيسه مش هتعرف تطوره، مش هتعرف تحسنه، لانه في الاخر زي بقى ملوش ماسكه، مش عارف اوله من اخره. طب من خلال ايه؟ الجدول برضو، هو الجدول ده النهارده مقرر اساسي، ده سؤال اجباري. في حاجه كمان زي ما قلت، وسيله القراءه والقياس، لو انا مش قادر اقراه كويس مش هعرف اقيسه، وبالتالي مش هقدر احسنه. الراجل ده بيعمل ايه؟ بيطلع جبل مش كده؟ طيب لو قلنا ان هو ماشي في طريق وعايز ياخد اول خطوه، هو طريق ال1000 ميل بنعمل بيه ايه؟ او بنمشيه ازاي؟ او بيبدأ بايه؟ ننشط الشات شويه بخطوه. طب حد له رأي تاني غير خالد بيكتب بخطوه، محمد صلاح خطوه، او محي الدين صلاح خطوه. تفتكروا طريق ال1000 ميل بيبتدي بخطوه فعلا؟ مش جايز خطوتين؟ تحديد نهايه الوصول بقرار. يعني خطوه ناخد بيها اول القرار، اول خطوه. طيب ممتاز. طب لو قلت انا ان طريق ال1000 ميل بيبدأ بالقرار زي ما قال خالد في الاخر اللي انت خدت بيه اول خطوه، الاراده اللي اديتك انك تاخد الخطوه الاولى قبل ما تخطوها، في اراده عندك انك تخطوها. طب ايه اللي بيخليك تكمل ال1000 ميل؟ احنا خدنا كده خلاص اول خطوه بالاراده. ال1000 ميل بقيت ال 999، ايه اللي يخلينا نمشيهم؟ الحافز، ممتاز. واهميه الهدف، ممتاز برضو. النجاح اللي هناخده في الاخر، ممتاز. سعادة الفرحة بعد الوصول، صح، احنا لسه قايلين ان احنا بنحاول نجين بليجر. طيب لو قلنا ان انا عندي احتياج كبير ان انا اخد الخطوة الاولى دي، انا بذاكر عشان اخد الشهادة عشان انقل نفسي لنكست ستيب، انا بعد الشر عنكم باخد العلاج عشان اخف ان شاء الله واشفو من اي مرض انا فيه. اذا في احتياج
يبقى الخطوات اللي انا باخدها دي في حياتي كلها لازم يبقى فيها احتياج، يعني ما اسعاش في اتجاه يكون ثانوي بالنسبه لي. اي حاجه ثانويه مش هيبقى لها الاستمرار ومش هيبقى لها الحماس، لازم يبقى في احتياج هقدر امشي. طب اللي بيكمل الاحتياج ايه؟ الاراده زي ما قلنا اللي ادتني اول خطوه، والالتزام اللي خلاني امشي بقيه ال 999 خطوه عشان اعرف اوصل لنهايه الميل. طب ايه من وجهه نظركم في دول اقدر التزم بيه كده؟ هاخد اول خطوه في علاقاتي، ولا في استثمار في جزء في حياتي؟ وايه اللي هيخليني ملتزم؟ بيئه العمل. خلينا نفكر كده في بيئه العمل. ان انا وانتوا بنحب الرياضه او بنحب الكوره، فدايما بنروح الاستاد مع بعض، بنتحرك سوا. طب لو انا رحت لوحدي مش ممكن مره اتنين امل؟ احنا قاعدين دلوقتي في حلقه وبنتدارس في القران وبنحفظه. وجود البيئه مشجع وبيعين على الثبات. البيئه اللي بتحفز ليها 3 حاجات. اول حاجه المكان بتاعها، الحاجه اللي انا بعمل فيها ده. لو انا بقرا قران وقاعد في الجامع هيبقى احسن شويه من البيت، اكيد مش هروح اقرا القران ده وانا بتفرج على ماتش كوره في الاستاد. الحاله المناسبه، صحتي، تركيزي، تعبي. اذا البيئه هنا الحاله المناسبه. ما ينفعش ارجع تعبان كده من الشغل وابتدي اذاكر كورس. لازم وانا ببتدي الكورس ده لازم ابقى على درجه من التركيز الذهني وعدم الارهاق البدني تخليني اعرف اعمل الموضوع ده. غير كده، ولا برضو وانا دماغي تعبانه جدا من التفكير وحاسس ان دماغي شاطه من كتر الافكار والترتيب، اقدر اروح احضر محاضره. المجتمع المساعد اللي هو اللي بيسميه الكوميونتي، اللي يساعد على فعل هذا العمل، نوع العمل نفسه لازم يبقى مناسب في المكان وحالتي تناسبه. كمان السوشيال بتاعتي اللي حواليا، زملاء او رفقاء الطريق في دي موجودين ومهمتهم او اهميتهم ضروريه جدا. ايه تاني؟ قلنا في توقيت وفي وقت. احنا اتكلمنا على الموضوع ده المره اللي فاتت. حد فاكر معايا يقول لي ايه الفرق؟ نشارك بقى شويه عشان ننشط كده الزملاء. حد عايز يتكلم يقدر يرفع ايده او يقول لنا في الشات وجهة نظره ايه في التوقيت والوقت، او ايه الفرق بينهم. طيب، التوقيت هو التزامك بالمواعيد اللي هي قدام نفسك او قدام الاخرين. انت عندك اجتماع الساعه 10 بتروح الساعه 10. عندنا النهارده محاضره الساعه 9:30، فتحنا التايم بالظبط 9:30. الوقت انا وعدكم ان المحاضره هتاخد من ساعه لساعه ونص. بلاقي الدنيا ممكن بطريقه ايجابيه زاد النقاش فخدت 3 ساعات. او في زملاء اهو ابتدت يعني ترد عليا على التوقيت. توقيت محدد اكتر، التوقيت ده زمن الانتهاء وات ايفر. طب خليني يعني ادردش معاكم شويه، ولو حد له تعليق بعد ما الفقره دي تخلص نسمع. قلنا التوقيت اللي هو الالتزام بالمواعيد والترتيب. طب الوقت ده المده اللي انا بستغرق في النشاط نفسه. طيب، هل انا ممكن التزم بواحده وافوت واحده، او في واحده ما تبقاش على درجه الكفاءه؟ ممكن. ممكن. طيب، هل الطرف او الاطراف اللي حواليا ممكن يبوظوا لي الاثنين؟ ممكن. طب انا هعمل ايه؟ إيه اللي انا هعمله؟ لازم اشتغل على الريسك. يعني ايه الريسك؟ تكرار مثلا انا مديكم ميعاد للمحاضره وانا دايما بكرر ان انا الوقت بتاع بدايتي بيبقى غلط. فانت خلاص عارف ان المهندس زياد ده بيقول المحاضره الساعه 9:30، لكن هو بيجي الساعه 10. انت عندك نص ساعه هنا، دول ريسك ان انت تقعدهم فاضي بلا نشاط. فاكرين لما وصفنا الوقت الجميل اللي هو مرتبط بالمشاعر، والوقت الصعب او الممل اللي هو مرتبط
باللا شيء. قلنا الملل بيجي هنا منين؟ او الوقت بيبقى مش عايز يمشي بان انا قاعد ما بحركش اي نشاط، ما بعملش اي حاجه. طب الريسك هنا في الانتظار وفي المده او تحديد الوقت بتاعها. يبقى انا لازم بس افكر مع تكراري للانشطه في بعض زي زملاء في اجتماع، زي في تنفيذ تاسك معين، وات ايفر ايه. لازم اراعي الاثنين دول، ويبقى عندي حاطط ريسك معايا ان لو الدنيا طولت يبقى ليا رد فعل. لو انتظرت شويه احاول اشوف مهمه تانية اعملها. وقت الانتظار زي ما قلنا او الويتنج تايم، لو قدرنا بس نستغل الويتنج تايم اللي بيحصل معانا يوميا في اشياء احنا نكون محتاجينها، هتنقل حياتك نقله تانية خالص. عايز اديكم كده فكره عن حاجه. الكورس البي ام بي الاشهر في اداره المشروعات، ساعاته المعتمده اللي انت بتقدم بيها عشان تاخد الامتحان 35 ساعه. تخيل انت لو عندك ساعه انتظار يوميه وقدرت تستفيد منها، بعد 35 يوم ممكن تاخد يعني وقت يعد او يعد يعني يكافئ وقت كورس البي ام بي. وده ينقلنا لحته تانيه خالص. احنا عايزين نقدر الوقت، نقدره من وجهه نظر ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز ارسم لوحه، او عايز اعمل اجتماع، او عايز اعمل كورس، وجهه نظر مين او الريفرنس ايه بالنسبه لي اللي يخليني احط الوقت ده؟ هل في حاجه ستاندرد مثلا؟ بنش مارك بيقول ان اللوحه بتاعت المبنى الفلاني بتاخد مثلا من 4 ل5 ساعات. هل انا اشتغل على ده؟ اشتغل على المعدلات بتاعت الانتاج، معدل انتاج العماله مثلا او المعدات او وات ايفر، اشتغل عليه بالظبط لما اجي اقدر حاجه ليا؟ ولا ممكن يبقى في ريفرنس تاني؟ طيب الريفرنس التاني ده انا باخده من ظروفي. لما اجي اقدر وقت ليا، انا عارف كل ما يحيط بيا من ظروف. انا المسافه من شغلي لبيتي ساعتين، فبروح متاخر بعد مواعيد العمل، بوصل البيت بعدها بساعتين. ما اقدرش اخد تاسك ملوش مساحه وقت. ماشي؟ خلينا ناخد مثال هيوضح اللي انا عايزه ده بالظبط، ناخده سريعا كده. خلينا في كورس بالبي ام بي اللي انا لسه جايب سيرته من شويه. انا دلوقتي بدور على كورس اخده واشترك فيه عشان اخد الشهاده دي واتعلمها. فلقيت الاختيارات دي، لقيت في كورس مكثف بيديني 6 ايام ورا بعض، كل يوم 5 ساعات او كل يوم 6 ساعات. وعندي واحد تاني مرتين في الاسبوع، بس مواعيدهم الصبح اثناء العمل بتاعي. وفي كورس تاني مسجل، بس انا عندي مشكله في التسجيل. انا بحب دايما الحاجات اللي فيها انتر اكتف كده، يبقى الانستراكتور موجود وانا اساله وهو يجاوبني ونتناقش ونعمل. وفي كتاب مفيد جدا ومتفصل ممكن انزل اشتريه واتعلم الكورس ده. وفي صديق ليا ممكن نتبادل الخبرات، انا هعلمه مثلا اوتوكاد وهو هيعلمني بي ام بي. لما اجي اختار بين دول، بختار انهي؟ بختار اللي يناسبني. انا المكثف ده، رغم ان انا فاضي دلوقتي في الفتره دي واجازه، لكن انا ما عنديش قدره على الاستيعاب 6 ساعات في اليوم، والمطلوب مني كمان ان انا ارجع استدي او اذاكر الحاجات اللي انا باخدها دي. فالاختيار ده ما بيكونش الامثل. طب التاني لما يبقى مرتين، وارد مرتين ده اثناء مواعيد العمل بتاعتي، فبرضه ملوش مثال. طب المسجل، زي ما انا قلت انا ما بحبش المسجل. طب الكتاب، انا ما بستوعبش ان انا اقعد اقرا، انا محتاج حد يشرح. طب الصديق ممكن اعتمد عليه وممكن ما اعتمدش عليه. طب انا هاخد انهي اللي يناسبني؟ انا دلوقتي قلت كل المشاكل في الخمسه، فانا هشوف الاكثر مناسبه ليا. انا مش مرتبط بحد تاني يختار يقول لي لا لا لا، المحاضر اللي هنا ده ممتاز، بس انا ما اقدرش اسيب شغلي واحضر محاضرتي. الكورس ده مكثف، انا قدرتي على الاستيعاب ما اقدرهاش. يعني مجمل الكلام انا عايز اوصل ايه؟ عايز اوصل ان احنا لازم نختار التوقيت والطريقه والاسلوب اللي تناسبنا احنا. نروح بقى للتخطيط.
هنعمل ايه في الجدول اللي احنا جمعناه ده، وكمان 9 حاجات اللي احنا قلناهم مع بعض اللي ممكن يدونا بعض الكفاءة في تحديد وقتنا. قدامي دلوقتي خريطة فيها الجدول، وفيها الأنشطة اللي بتضيع وقتي، وفيها الأنشطة المهمة، وفيها الحجم بتاع الهام والعاجل، والهام وغير عاجل اللي هو المنظم. فيها الحاجات اللي أنا بستثمر فيها في حياتي، فيها التزاماتي قدام أسرتي وأهلي، فيها علاقاتي، فيها شغلي. وعايز أخطط. نفتح بس كده باب الأسئلة على اللي فات، عشان احنا داخلين على مرحلة تانية خالص، فلو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أنا تحت أمرك. مم. مفيش أي أسئلة؟ طيب تمام. أول حاجة في التخطيط أنا بعمل إيه؟ بشتغل على تو دو ليست، بس تو دو ليست مش اليومية ومش لمدة معينة. أنا الجدول الصغير ده تعالوا كده نشوفه إيه. هنبتدي بالحاجات الشخصية، حاجاتي أنا الشخصية، ما بين علاقاتي، ما بين الحاجات اللي فيها ترفيه، ما بين الحاجات اللي فيها رياضة. طب أسرتي، احتياجاتي واحتياجات أولادي واحتياجات البيت عموما. طب العمل، عايز أقسمه ما بين حاجتين. أنا مش عايز أفكر هنا في العمل في التاسكات اليومية اللي أنا فاهمها كويس، وشغلي الريجولار اللي أنا بروح كل يوم الصبح عارف أنا عندي إيه وبحركه إزاي وبحركه وبشتغله إزاي، ومديريني والناس المرؤوسين ليا بنرتب حياتنا إزاي. أنا الحاجات المعتادة ما يهمنيش قوي هنا تتكتب. لكن مثلا في تاسكات مكلفني بيها مديري، واحد اتنين تلاتة، لازم نعلم عليها. طب في حاجات أنا شايفها هامة من وجهة نظري، رغم ان هي ليجرال، لكن في الاخر انا محتاج احطها تحت الميكروسكوب شويه، اكتبها قدامي عشان ما تلهيش في حاجات كتير من اليوميه وتقع مني. طب اتصالاتي، عايز اقسمهم برضو حاجتين، كل ما هو عمل وكل ما هو مش عمل، اللي هو بيبقى شخصي لاي علاقات اسريه، لاي صله رحم، لاي آه، مصالح شخصيه حتى تتعلق بالحاجات الشخصيه والاسره. وبعدين عندي حاجه فيها الاستثمار. احنا قايلين الاستثمار اللي بيعود عليك بشكل شخصي وبيتحرك معاك. انت لما بتتعلم كورس انت اللي بتاخد الخبرة دي والعلم ده، سواء في الشركة دي او في شركة اخرى. الموضوع ده ماشي معاك انت. واذا احترت في تصنيف شيء خليه في الاخرى. الاخرى دي ممكن تكون حاجة خاصة، زي انا بحضر دكتوراه مثلا، عايز اعمل لها خانة لوحدها بنشاطها، لان انا مش هحضرها في يوم، ليها نشاطات كتير ومتتابعة نكتبها عشان نشوف كل يوم تتابعها ممكن اقدر اخد فيه ايه. هنلاقي اول جدول واخر جدول انا حاطط هنا الاخضر المهام اللي بتاريخ، دي مش هعملها لوحدها، دي هاخدها من هنا. انا هعتبر كل النقطه الجزء اللي في النص ده اللي ما بين العمودين الاخضر ده كل المهام اللي انا هفكر فيها في حياتي كلها، كل الافكار اللي جت في دماغي عن كل البيلرز دي. ودي تقريبا البيلرز بتاعت عجله الحياه اللي احنا جبنا عليها في اول المحاضره، بحيث يبقى كل الحاجات دي لو انا عملتها تماما انا ما عنديش اي حاجه تانية التزم بيها. طب هل دي بتخلص؟ اكيد لا. اكيد النهارده انا فاكر هنا 3 4، وهنا مثلا ممكن يكون 2 في الترفيه، في احتياجات ليا في الاسره بكذا، في البيت محتاج 1 2 3، المدير بتاعي مكلفني بريبورت هنا نعمل كذا، في اتصال مهم قوي في الشغل لازم يتم، في جزء انا باخده كورس هستثمره، انا بحضر ماجستير فلازم اعمل واحد وات ايفر ايه هنا. كل اللي انت بتفكر فيه. طب هل هتفتكره كله؟ لا، ممكن حاجات تنسيها، اول ما تفتكرها اكتبها. يبقى الجدول ده هيتملي كده بكل النشاطات اللي انا فاكرها ان انا المفروض اعملها. الحاجات اللي من دول ليها تاريخ، عندي هنا مثلا ميعاد دكتور مع الاولاد له تاريخ وساعه بنقله هنا. عندي هنا كورس او اجتماع مع المحاضر بتاعي في التوقيت الفلاني بنقله هنا بتاريخه.
يبقى ده جاست ريمبر على التواريخ بس، لكن مش حاجة جديدة هنا. طب الحاجات المتكررة المهمة ممكن تتكتب هنا برضو عشان ما انساهاش بس. تمام. ودي ممكن تتمثل في حاجة زي الدكتوراه اللي احنا قلنا عليها في أخرى، ليها تكرار. أنا باخد كورس PMP، وعندي 3 مرات في الأسبوع، وعندي تاسكات لازم أعملها، لازم أحضر مشروع، لازم في اكسرسايز لازم أعمله وات ايفر كده بشكل متكرر. تمام؟ فأنا حطيت هنا كل حاجتي الشخصية. هرجع لإيه بقى؟ للجدول بتاعنا. خلينا نشوف الجدول ده ممكن يوضح لنا ايه، وايه الفرق بين كل المهام بتاعتنا دي واللي احنا كنا بنكتبه في الحاجات القديمة او الحاجات اللي احنا بنستنبط منها اسلوب حياتنا ايه اليومي. طيب، انا كان ليا اهداف. خلاص، انا عايز الفترة الجاية دي ابقى اخد ريسك مانجمنت مثلا. انا حطيتها هنا موجودة معايا. اللي انا نفسي فيه ومش قادر اعمله ومش لاحق اعمله، مش لازم احطه ان ده حاجة مهمة وانا لازم اعملها. فانا هوجدها هنا في التو دو ليست، في المهام اللي مطلوب اعملها. طيب، المهام اللي انا حطيتها الكتير دي، في حاجات منها قابله للتفويض لاخرين، ومين هم؟ هل انا حاجه في البيت مثلا هكلفها لحد من ولادي؟ مديري طالب تقرير معين، حد من الزملاء اللي شغالين معايا وهكلفه بيه؟ ماشي. العلاقات الاسريه، هل ممكن اكلف زوجتي بحاجه تعملها للاسره عشان يعني وقتي انا اقل؟ ايه اللي نقدر هنا يبقى فيه تفويض؟ ايه اللي نقدر من دول ان احنا نعمله جنب تاسك تاني؟ المحاضرة اللي أنا ما بلحقش أحضرها دي عشان ببقى في الشغل، ممكن أسجلها وأسمعها وأنا ماشي في العربية. صح؟ لازم أشوف من دول اللي أقدر أخلق بيه ظرف يحقق لي جزء من توفير الوقت. تمام؟ طيب، الحاجات التانية كمان ممكن تلاقي صف، يعني صف الرياضة ده أو صف الترفيه ده فاضي خالص. أنا لا بهتم برياضة ولا عندي وقت اعمل نوع من الترفيه. انا مش حاطه في الخطه. انا وانا ماشي كده اذا فضيت او اتكعبلت في اي حد مثلا صديق ولا حاجه، نروح نقعد مع بعض شويه كده للترفيه، نروح. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، انا لازم اعرف كويس قوي كويس قوي فين البنزين بتاعي، فين الطاقه انا بجيبها منين، إيه اللي بيفكني، عشان يبقى عندي نوع من النشاط اقدر اكمل بيه المهام الكتيره اللي عندي دي. فده محتاج ترفيه، محتاج علاقات. تمام، محتاج حاجات شخصية سواء في اتصالات أو حاجة فيس تو فيس، فلازم أعمله. الاستثمار، هل أنا هقعد كده من غير ما يبقى في أي نشاطي أي نوع من حاجة قيمة مضافة ليا في استثمار؟ هسيبها فاضية؟ في نفس الوقت زي ما بفكر إزاي في دول إن أنا أفوض وأعمل إيه بقى الحاجات اللي في دول أنا لازم أعملها بنفسي حتميا. إيه ال20 80؟ فين ال20 اللي هنا؟ أنا كده شايف كل احتياجاتي، لازم أفكر فيهم بطريقة مختلفة، مجرد تفكير. طب ايه الحاجة الجوكر اللي انا اخليها معايا لو انتظرت بلا ترتيب، رحت لطبيب الاسنان فانتظرته ساعتين 3 قبل ما ادخله؟ ايه الحاجة الجوكر اللي معايا؟ على فكرة الجوكر ممكن تبقى جيمز صغيرة على الموبايل، انا بحس فيها ان انا دماغي برتاح ذهنيا، برتاح من اي ستريس عندي، او شوية مكالمات ممكن اعملهم من العلاقات الشخصية. تمام. فكل التسعة حاجات اللي احنا قلناهم من اول تعدد المهام والتفويض والبوزيتيف والنيجاتيف، وازاي ان انا اقدر احرك نفسي جوه آه، الخانات الفاضية دي، ان انا لازم تبقى لها جزء من حياتي احطها هنا. كده انا حطيت كل حاجة، بس لسه ايه؟ لسه ما نفذتش. سؤال ليكم، تفتكروا اول اللي كنا بنقول فيه هام وعاجل وهام وغير عاجل وغير هام وعاجل وغير هام وغير عاجل، يبقى في حتة من هنا هيبقى موجود؟
هل حد هيحط هنا نشاط غير هام وغير عاجل ويحطه؟ اه يا باشمهندس ممكن. طب اديني مثال. مثلا انا عندي في الشخصيه، مم. عندي الرياضه غير هامه، هي هامه وغير عاجله، او ممكن تكون غير هامه وغير عاجله. لا بالراحه، ما هي لو همه لازم هتتحط. هي في بعض متفقين؟ الاحيان او بتختلف من شخص لاخر، ممكن تكون طب غير هامه وغير عاجله، ممكن يكون شخص ما بيهتمش بالرياضه خالص، يبقى غير هامه وغير عاجله. ما بيهتمش بالرياضه الشخصيه ولا في الرياضه ان هو بيتفرج على الكوره؟ الرياضه الشخصيه ان هو يلعب رياضه مثلا. حلو، او كويس جدا كويس جدا. انا بقول لك ان الاتزان النفسي انت محتاج يبقى عندك جزء من الرياضه، يا رب تنزل تتمشى، بس يعني ايه؟ يعني تبقى بهدف ان انت بتمشي نص ساعه مثلا للرياضه وتنشيط جسمك. انا بقول لك انها حاجه مهمه، فلما انا احط لك خانه هنا وتلاقيها فاضيه، يبقى لازم تحط حاجه في التاسك ده معاك في حياتك. هو ده الهدف. انا هنا ناسيها خالص، انا ما بلعبش رياضه خالص، اه مش تمام. حاططها في ذهني واهتماماتي. هنا بعمل لك هايلايت ان دي لازم تبقى جزء من حياتك، حتى ولو في حته صغيره. بعد كده نشوف ازاي نكبره من غير ما ناخد مساحه من الحاجات المهمه التانيه. ليله في الترفيه، نفس الليله في العلاقات. في ناس بتهمل علاقاتها الشخصيه خالص، بيبقى تركيزه كله في العمل. معذور، وفي ضغط في العمل وفي التزامات وفي حياه لازم نشتغل عشانها، ولكن في الاخر لازم يبقى جزء العلاقات في حياتك، ده ضروري. عجله الحياه لازم تلف من غير مطب. لو دول وقعوا خالص هيبقى في نوع من القصور عندك. فاحنا بنحط الحاجات دي واحنا بنفكر اول حاجه ازاي نستفيد من النقط اللي احنا قلناها، نحركها فيها ازاي. في نفس الوقت ما نلاقيش حاجه مهمه فاضيه زي كده بالظبط. هل انا مش هعرف استثمر في نفسي خبره؟ هقعد يوم 2 و3 و10؟ احنا اتفقنا ان الحاجات دي مش حاجات يوم. كل اللي انت بتفكر فيه لازم تعمله، هيبقى على الجدول ده. احنا لسه ما نظمناهوش، لكن بقول لازم اجمعه، لازم ابقى شايفه، لازم ابقى عارف ان دي المهام المطلوبه مني. من وجهة نظر مين؟ وجهة نظرك انت فقط. انت بتروح تلعب كوره عشان تشوف اصحابك، فبتاخد شويه رياضه وشويه علاقات وشويه ترفيه في حاجه واحده. تمام؟ في اي حاجه مش واضحه لغايه دلوقتي؟ تمام يا احنا باشمهندس. احنا ناقصنا خطوه واحده، ولكن خطوه هناخدها بتركيز جدا. ازاي نخطط ده كله ونحسن استخدامنا لوقتنا ونستغل كل الافكار اللي احنا قلناها دي من غير ما نغير رتم حياتنا الطبيعي. وهي دي النقطة الأكثر أهمية. أنا مش هشقلب حياتي ومش هلاقي نفسي ماسك شوكة وسكينة بتحرك بيها، ولا حاطط المسدس في راسي عشان لو ما عملتش دي في الطريقة الفلانية في الوقت الفلاني هيحصل مشاكل كبيرة. لو في أي استفسار في اللي فاتت أسمعه. تمام يا هندسة. طيب أوكي. زي ما قلنا كده، ده عفريت اليوم او عفريت العلبه. كل ما بدوس انتر بيطلع لي انا حاطط ده عشان دي الصوره الذهنيه عني، دي حياتي اللي انا رصدتها وعرفتها وعرفت نمط حياتي ايه، وببتدي احسن فيه. ودي عجله الحياه اللي احنا قلنا عليها، اللي لازم احقق الجوانب دي كلها عشان العجله دي بتلف. فلو جانب واقع هيعمل مشاكل جدا في العجله، وبالتالي هتبوظ الباقي. على فكره هي مش هتبوظ هنا بس، يعني لو انا عندي قصور في الجانب الجسدي مثلا ما بلعبش رياضه، مش الحته دي اللي هتبوظ بس، دي وهتاثر على الباقي. الجانب الاسري عندي فيه مشاكل نفس الليله. الجانب المالي او العملي او المهني في مشكله، انا مش مهتم بشغلي، ده كله هيبوظ. طيب خلونا بقى نعمل حاجه كده من غير ما نمسك الشوكه والسكينه، ان انا ابتدي انظم كل النشاطات اللي فاتت دي اللي انا كتبتها. بكره يوم الاربع، انا هاجي من 8 ل 9 الصبح هعمل كذا، وهاجي من 9 ل 10 هعمل كذا، ومن 10 ل 2 هعمل كذا. فيحصل
حاجه من 9 10 تبوظ الجدول خالص، تيجي تلحقه تلاقيه باظ. احنا لما نيجي نقسم التايم لاين بتاعنا هنفكر فيه بطريقه مختلفه شويه. انا هحاول اقسمه فقرات بتختلف من واحد للتاني. يعني انا ممكن مثلا ببدا يومي بصلاه الفجر وبعد كده بصحى ما بنامش تاني، فممكن اعمل فتره من بعد الفجر لغايه الظهر، ومن الظهر للمغرب، ومن بعد المغرب لغايه ما انام واصحى تاني يوم على الفجر. او ممكن اعمل فتره اضافيه تاني. النشاطات اللي انا هعملها، اللي انا هوزعها على الفترات دي. حد تاني بينظم وقته بطريقه تانيه، لا ده من ساعه ما اصحى لغايه 10 الصبح دي فتره، وبعدين من 10 الصبح ل5 فتره تانيه، ومن 5 اللي هو تقريبا مواعيد نهايه العمل لغايه نهايه اليوم دي فتره ثالثه. وممكن اقسمه بالعمل، مع الاعتبار ان اليوم الجمعه هنغير التقسيمه دي. هندخل دلوقتي في الجدول والموضوع ده هيوضح لكم بشكل اكبر. بس ممكن مثلا وقتي لغايه قبل العمل الصبح، واثناء العمل كل وقت تاني، وبعد العمل وقت تالت. وممكن اضيف حاجه تانية. انا ما افضلش انك تقسم اليوم لاكتر من 3 فترات، وان تمت هي واحده بس اضافيه. يعني ايه الكلام ده؟ طيب، خلينا ان احنا شفنا هنا الفترات اللي احنا قسمناها، ايا كان طبعا كل واحد هيقسمها بالطريقه التي تصلح له. لان يوم الجمعه مثلا ما فيش عمل، لو خدنا اجازه العيد ممكن الكلام ده كله ما يتنفذش، نحطه بطريقه تانية. وهنختار هنا الايام بتاعتنا، وانا بقترح ان احنا ننظمها لاسبوعين مش اكتر، بشكل واضح كده. ولازم كل يوم هنا بيتكتب يوم سبت، يوم جمعه، يوم حد، لان كل يوم ممكن ترتيبة الفترات بتختلف. أنا مثلا شغلي عندي إجازة، والأجازة جمعة وسبت، فمش هربط العمل خالص بالفترات، هلاقيها مترتبة بطريقة تانية. خلاص. قبل ما أنسى، ما أرجع للجدول تاني ده، بعد ما أحط كل النشاطات عايز أنا أختار منهم 3 أولويات. أهم 3 أولويات أنا شايفهم، أيا كان هم فين، يا رب يكونوا في الحاجات الشخصية بس، أو متعددين، وات ايفر إيه. في 3 أولويات أنا شايفهم ومعلم عليهم هنا بهايلايت او بماركر او وات ايفر ايه، شايفهم ان هم ليهم الاهميه. وعلى فكره، مش عشان انا حطيت 3 اولويات لازم احطهم اول 3 حاجات عندي في الجدول، لان ممكن هنا في اولويه هتاخد 4 5 ساعات، وانا الجدول ده ما عنديش فيه 4 5 ساعات. الفتره بتاعتي ممكن ما اقدرش اوفرهم مثلا غير يوم جمعه، او عايزه يوم اجازه، او النشاط بتاعي ده اقسمه على يومين، وات ايفر. وجود اليوم هنا اذا كان سبت ولا حد هيحسسني بالحاله دي. وفي الاخر هختار الانشطه اللي انا هعملها من الجدول اللي فات ده، وهقدر اعملها تاني يوم فقط. يبقى انا الجدول ده مش هنظمه كله، انا هنظم يوم واحد بس. انا بكره شايف بطريقه اكثر وضوحا الوقت بتاعي مقسم ازاي، المهام بتاعتي شكلها ايه. عندي سكوت، انا هروح الشغل بس بعد هروح اعمل صيانه للعربيه، فاليوم اتملى، فهنا وقت هبتدي اعمل صيانه. ليه؟ لان هتلاقوني كاتبها. هروح لمركز صيانه هنا يعمل لي صيانه للعربيه. اثناء العمل ممكن ما اقدرش اعمل اي حاجه خالص، مش شرط ان انا عملت خانه هنا ان انا هحط لها نشاط. خلاص. وفي نفس الوقت هعرف اقدر الوقت المتاح ليا كويس، فمش هعمل جدول فيه 15 يوم ولا حتى فيه 4 5 ايام، فيبتدي يوم او اتنين لاي سبب ما النشاط ده يفشل في التنفيذ، اهد الجدول كله. انا هعمل يوم واحد فقط هحطه، اللي هو تاني يوم. يعني النهارده الثلاثة، انا هخطط للاربع. بكره الصبح انا هعمل كذا، من 5 ل10 ان شاء الله اخلص مثلا المحاضره الفلانيه هحضرها. وات ايفر النشاط بتاعك انت اللي بتحطه لنفسك وبتقسمه فترات، وبلاش الساعه الشرب اللي هي الشوكه والسكينه. انا من 8 ل 9 هعمل كذا، طب ده 9 ونص ما خلصتش، ما كده الدنيا باظت، النشاط اللي وراه باظ. عايز ننظم حاجه بس من وجهات النظر اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها، وتتحط. وهقول بسم الله الرحمن الرحيم، واصحى تاني يوم الصبح اشوف انا هقدر اعمل ايه، والجدول ده قدامي ودي. انا افضل على فكره الورقه تبقى وش وظهر، انا من الجيل اللي بيشتغل بالورقه والقلم.
وعلى يقين ان الحاجه لازم تبقى مكتوبه عشان نقدر نبقى مركزين فيها بشكل كويس وتبقى قدام عينينا. مهما كانت الذاكره مع الازدحام وحاله التشتت اللي احنا فيها هننسى. فالظهر بتاع الورقه دي اللي عليه الانشطه، وهنا عليه الجدول، وانا بجتهد 2 3 4 اذا كان فيه. وممكن الخانه يبقى فيها اكتر من نشاط لو كان وقتها يسمح. انا شايف بكره هعمل ايه، لكن مش شايف بعد 10 ايام إيه اللي هيجد عندي. وان شاء الله بسمي ونشوف دول تم منهم ايه وما تمش منهم ايه. طب انا خلصت 2 والتالتة ما توفقتش فيها، احطها في اليوم اللي بعده وابتدي انظم بقيه اليوم اللي بعده. هقدر اعمل ايه؟ طب هل لازم كل الفقرات تتملي؟ قلنا لا، مش شرط. هرجع للجدول ده، الاقي ان انا تاني يوم مسكت هنا حاجه في الاحتياجات شطبتها، وتليفونين عملتهم شطبتهم، وحضرت محاضره اونلاين شطبتها، كنت انا حاططهم في الجدول. فببتدي احس من ده ان في نشاطات كتير ومهام كتير كانت عندي ابتدت حاجات تخلص. ده بيديني حافز قوي جدا، رغم ان ممكن تاني يوم تيجي لي مهمه او اتنين تاني هحطهم برضو في الجدول. هو الجدول ده عمره ما هيبقى صفر، عمره ما هيبقى فاضي. احنا دائما علينا التزامات وواجبات حياتيه. بس انا شايفها رؤى عيني. طيب كان نشاط من اللي انا علمت عليهم ان هم ليهم اولويه خلص، بشطبه وبختار واحد تاني بس. انا مش عايز ازود الاولويات عن 3، لان لو زادت مش هتحس ان في اولويات، هتحس انه كله مهم. هو كله مهم، لكن في اولويه قد تكون مرتبطه باي حاجه. مواعيد مدارس، مواعيد امتحانات، مواعيد اطباء، حاجات مهمه في الشغل، وات ايفر ايه اللي احنا عايزين نحطه. نرجع للجدول اللي احنا بنخطط فيه. انا هعرف استفيد ايه من ده؟ مفيش تراكم عليا. قد استطيع تقليل الضغط العصبي شويه، ما بقاش حاسس دايما بتأنيب الضمير والذنب ان انا ما لحقتش اخلص، ما عندي حاجات كتير، العمليه بتخش في بعضها. تشتيت الذهن في الترتيب ده حاجه قاسيه جدا. في نفس الوقت المهام اللي انا عليا كلها انا كاتبها وعارفها، واي حاجه بتجد وبعملها. طب لو حصل تاسك جالي فجأة من اللي هو الهام والعاجل، اي حاجه باظت مره، العربيه باظت ورحت اصلحها فبوظت لي هنا الدنيا. انا هنا كنت كاتب ان انا هذاكر مثلا الكورس الفلاني، لا ده العربيه باظت انا رحت صلحتها، مش مشكله. اشطب هنا الدرس اللي انت كنت هتذاكره واكتب ان اصلاح العربيه، وروح اكتبها في جدول المهام. سوري، في حاجات كده حصلت. نكتبها هنا في جدول المهام ده انها عمل، نحطه بس في خانته لان ده ما فيهوش هام وعاجل. كانت العربيه باظت فتبقى احتياجات اسره اصلاح السياره، تكتبها وتشطبها لان تاسك والتاسك انتهى. يبقى انا برضو نقلت نفسي خطوه لقدام. شايف حجم التاسكات ده بيعمل سبورت وتحفيز كبير جدا. تمام؟ برضو لو في اي اسئله في الترتيب ده يا ريت تسمح. اي حد من الزملاء له استفسار او ليه سؤال انا تحت امره. تمام يا باشمهندس، ألف شكر يا باشمهندس. طب كده انا جزيل الشكر ليك، وانا كده خلصت. المهندس محمد لو معانا بشكره طبعا على الاستضافه، وبشكركم على صبركم. اتمنى نكون الفكره في الاساس، الفكره حتى على الاقل يعني لمست في حاجه واقعيه معاكم او مع الزملاء. لان ببساطه شديده جدا ممكن في حد فاتح المايك تمام. السلام عليكم. آه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس زياد، شكرا لحضرتك، محاضرة جميلة جدا وربنا يبارك فيك يا رب. كل الشكر ربنا لحضرتك على المحاضرة الرائعة دي. تطبيق عملي مش كلام نظري، كان تطبيق عملي جميل جدا.
وما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحمد لله دي من نعمة ربنا. يمكن من بركة رمضان المحاضرة كانت جميلة وسرية، وكان فيها حضرتك عملت فيها شغل جميل ممتاز جدا. فربنا يا رب يوفقك، وشكرا جدا مهندس زياد، وشكرا للحضور جميعا. يعني ألف شكر حضورهم والله لحضراتكم كلكم. تعليقاتهم الجميلة يعني بنسمع بقى إن شاء الله. يعني قدام شوية ممكن حضرتك برضه تدينا جزء ثالث كده إن شاء الله. يا فندم أنا تحت أمرك، المرة الجاية بقى إن شاء الله نعمل حاجة مشتركة عن الكي بي آيز بتاعت تطبيق الوقت، خلاص بإذن ونشوف الله. هنحطه ازاي. كل شكر ليكم، والشكر خاص لحضرتك يا باشمهندس محمد، ربنا يبارك وكل فيك. سنة وانتم طيبين إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبين ورمضان كريم، شكرا وربنا يبارك فيك. شكرا لكم. شكرا لحضراتكم.